ليه؟ اوبا، هانيا مسيطرة. مش سهلة برضه. على فكرة عادي، دي بنت لازم تاخد الأوضة الكبيرة، يعني في إيه مالك؟ لا وبصراحة تستاهل. خلاص بقى عديها، عديها بقى خلاص مش لا 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 لا، ده أنت حكاية ها؟ ماشي. ها يا جماعة، ايه البلانز النهاردة؟ على فكرة في خروجات كتيرة قوي حلوة، الساحل بجد اون فاير. لا هو احنا كنا متفقين ان احنا هنقعد هنا النهارده، انت عارفه بقى لسه جايين من السفر وكله مكسل وكده، بس لو انت حابه ان احنا نسهر يعني انا ما عنديش اي مشكله نسهر مع بعض. عادي. مين ده اللي تعبان يا معلم؟ انا راشق معاكم في اي سهر. وانت علي ايه النظام؟ هتعمل ايه؟ انا مش عارف، يمكن لا. مين ده؟ انت هتحور. البيه ده بقى بالذات راشق في اي حكايه. البيه مستني اليونيفرس يبعت له البنت اللي هو قابلها على الطريق وهو جاي. الله، انت اتعديت يا معلم. حلاوتك حلاوتك. طب قول لنا هانيا كده، ايه الحاجات بقى الان يعني كده النهارده عشان نخرج؟ لا لا، ثانية واحدة يا حبيبي، ولا إن يا قلبي ولا أوت. بنرحب بهانيا. لا، ما إحنا هنرحب بهانيا هنا في البيت، إحنا قاعدين في البيت ولا إيه يا سيف؟ انا كده كده مش قادر اخرج النهارده. طب خلاص احنا ممكن نقعد نتشيل النهاردة وبكرة نظبط خروجة حلوة. اذا كان كده ماشي، بس ما حدش يفكس بكره. انا جبت كوتشينه، حد عايز يلعب كوتشينه؟ يلا بينا، يلا بينا يا معلم. اهو في الآخر سابونا وهيلعبوا مع بعض. أحسن، خلينا إحنا نقعد قعدة بنات رايقة. أحسن. هاي يا هانيا، أنتي بتشتغلي إيه؟ أنا عندي شركة PR وإيفنتس مانجمنت، بعمل بازارز بقى وكده. وأنتوا؟ أنا بشتغل أكاونت دايركتور في شركة إعلانات كبيرة قوي. معظم الإعلانات المهمة اللي بالسوق أنا اللي عاملاها. إيه ده؟ الله، ده حلو قوي. أكيد شغلتك لذيذة. لا متعبة قوي بصراحة. لا، متعبة قوي قوي. على فكرة الإعلانات اللي بتعملها ممكن تقعد لوش الصبح، يعني ممكن ما تروحش، الموضوع صعب جدا. عشان كده أنا قررت إن أنا ما اشتغلش. إيه ده؟ معقولة يا مريم ما بتشتغليش خالص؟ ما بتزهقيش؟ مين دي اللي تزهق؟ تسمعي عن مديرة البحر؟ أهي مريم بقى مديرة البحر، هي دي اللي سايقانا كلنا. ثانية واحدة، أنتي بتتريقي عليا؟ لا والله. والله بتتريقي. طب على فكرة بقى الشلة دي كلها من غيري ما يعرفوش يعملوا حاجة، بيشتغلوا بس أنا اللي بعمل الجو والفرفشة. يبقى أنت بقى مديرة الفرفشة. أيوه، تقدري تقولي كده، أنا وزيرة الفرفشة. وبعدين يعني أنا جوزي راجل مخرج إعلانات، على طول مشغول، يا في ميتنج يا بيصور، فيعني حاجة غم. أيوة صح، مراد كان قال لي إن سليم مخرج. طب إيه ده غريبة قوي، اتقابلتوا بقى إزاي؟ بصي يا ستي، أنا أعرف الشلة دي من زمان جدا في النادي، اتعرفنا على بعض وتصاحبنا، وبعدين أنا وسليم اتجوزنا، وبعدين بقى ريهام اتعرفت على سيف من خلال سليم. يا ده كان حتة يوم عجيب. كان عندي مشاهد قد كده ومش عارفة أخلصها وعمالة أتخانق مع سليم والشمس بتقع مننا، فجأة مين يعدي عليه؟ سيف.